طبعا هزيمة غير متوقعة في ماتش الأهلي وأورلاندو بايرتس، بس لو هي هزيمة غير متوقعة فهو أداء متوقع من النادي الأهلي. لو الإدارة مش شايفاه فده مشكلة، لو الجهاز الفني مش شايفه فدي مشكلتين، لو المعاونين في الجهاز الفني برضو مش شايفينه فده أكبر كارثة. لما يكون كل الناس شايفة إن النادي الأهلي داخل على مرحلة من بداية الموسم، بالأخص من يوم 15/9 بداية كل ماتشات النادي الأهلي، مع المفروض التدعيمات الهزلية اللي انت عملتها في الصيف، فتيجي تبص على النادي الأهلي تلاقي النادي الأهلي لعب 21 مباراة. تيجي تبص على 21 مباراة النادي الأهلي عمل فيهم ايه، تلاقي تعادل 7 وخسر 2 وكسب 12 ماتش بنسبة نجاح تخش تقرب على 55-60%. وانا حاسب لك كمان فكرة الماتشين التعادل، برضو في ماتشين انت تعادلت فيهم اللي هم اتحسموا بضربات جزاء، ان كان السوبر الافريقي او السوبر المصري فهم بيتحسبوا في عرف كرة القدم هو تعادل، فنسبة نجاح سيئة جدا. هل الإدارة مش شايفة الكلام ده كله؟ هل الناس دي ما شافتش النادي الأهلي وهو كل فترة بيخسر نقطة من المكاسب اللي كانت موجودة عند الأهلي مخلياه من ضمن قوته، مديها له قوة؟ أقرب حاجة هقدر أقولك عليها إن أنت كنت بتستقوى بالجماهير، وأفتكر إن يوم 12/7 النادي الأهلي طلع بيان ضد إدارة بيراميدز، وزي ما الناس قالت كده وتروج في الإعلام إن النادي الأهلي عزم الجماهير على المباراة. فلما تيجي تبص النادي الأهلي عزم الجماهير على المباراة، فدي كانت آخر لقطة إدارة الأهلي بتستقوى بأقوى سلاح ليها في تاريخه، في تاريخ النادي الأهلي. أقوى سلاح ليه هو جمهوره. فتيجي تبص بعد كده تلاقي كام موقف حصل من لاعبين من إداريين في النادي الأهلي ضد جمهور النادي الأهلي، وإدارة الأهلي كأنها مش موجودة. فتيجي تلاقي نفسك بعد ما كان عندك سلاح بتستقوى بيه قصاد اي حد، حتى اللاعبين اللي كانت بتماطل معاك او تشم نفسها عليك، فتيجي دلوقتي تلاقي نفسك الجمهور اللي انت كنت بتتحمى بيه وانت بعته بسبب المواقف اللي حصلت من اللاعبين والاداريين، وما جبتش حق الجمهور من الناس دي لما اخطأت. جيت دلوقتي تدور على جمهورك مش لاقيه.